الناس اللي في محافظة ذي قار لا يعلمون أن أول المطارات التي أنشئت في كوكب الأرض قبل 5000 سنة قبل الميلاد أنشئت في ذي قار، وكان من هنا تنطلق المركبات الفضائية السومرية نحو الكواكب الأخرى. فضائيون ومركبات فضائية ومطار بالعراق منذ 5000 عام قبل الميلاد. تصريحات ألقاها الخميس الماضي وزير النقل العراقي الحالي في حكومة تكنوقراط مفترضة حين كان يزور مطار ذي قار جنوب العراق قيد الإنشاء، مشيرا بين الكلمة والأخرى إلى كوكب الأرض لتحديد أطر تصريحاته، فيما تحول الوزير العراقي إلى حديث لف كوكب الأرض. يتوفر في أجواء ذي قار هو أجواء إيجابية، بمعنى أن السومريين لما استقروا في هذه الأرض كانوا يعلمون تماما أن هذه الأرض بأجواءها هي أجواء ملائمة للتحليق. The Independent كتبت مقالا طويلا حول هذه التصريحات، ناقلة باستغراب عن الوزير أن الحضارة السومرية أنشأت أول مطار في التاريخ من 5000 عام قبل الميلاد، والأهم أن مركبات فضائية كانت تقلع منه باتجاه كواكب أخرى. مواقع التواصل بدورها ضجت بهذه التصريحات، وهذا بعض من الصور والرسومات التي تم نشرها ولاقت رواجا في العالم الافتراضي، فيما وصفت تصريحات الوزير كاظم فنجان بأنها انفصال عن الواقع. أما الرجل على يمين الشاشة فتظهر على وجهه الدهشة والاستغراب من الكلام الذي كان يسمعه من الوزير، كلام أشار آخرون على أن أبعاده مأساوية، حيث اعتبروا أن الوزير حر برأيه ومخيلته في مجالسه الخاصة، لكن تصريحا رسميا في حدث رسمي إنما هو أمر غير مقبول وعدم احترام للعراقيين ولعقولهم. وتابعوا بأن وزير النقل الذي هو على أساس تكنوقراط كان يفترض به التحدث عن أهمية المطار، عن طاقته الاستيعابية، عن مردوده المالي، عن عدد الوظائف التي سوف يؤمنها، عوض إسماعهم هكذا كلام. الملائكة كانوا يطيرون بجناحين وب3 أجنحة وب4 أجنحة وكلهم سومريين. بديع يونس، الحدث. وعميق وربما لا يعلم به حتى المؤرخ.